احنا في عالم السحر، وبيكون في نفس الوقت ده حرب شغاله بقالها كتير جدا ما بين الالهه والشياطين وملك الخالدين. الحرب دايما بقالها كتير جدا ومش راضيه تنتهي. الالهه ذات نفسها مش عارفه تخلص على الشياطين ولا ملك الخالدين، وملك الخالدين ذات نفسه اصلا مش بيموت وعنده قوه جباره جدا. فعشان كده الالهه قرروا انهم يستدعوا واحد من عالم اخر عشان يوقفوا الحرب اللي ما عرفوش يوقفوها. وده اللي هنعرفه القصه بتاعت النهارده. فجاهز نفترض عشان نبدا الحكايه. بتبدا حكايه الانمي مع تلات اشخاص لقوا طفل صغير. التلات اشخاص الغريبين دول بيقرروا انهم يربوه مع انه شكله بشري وهم شكلهم مش بشريين خالص. المهم يعني اللي هم بيقرروا فعلا يربوه، وفعلا بيربوه اكنه فرد من العيله بتاعتهم بالظبط. بيجيبوا الاكل والشرب وبيخرجوه كمان. وبيمر بقى شهور وسنين كتيره جدا. الواد بيكبر ويبقى عنده 10 سنين، وبيكون واحد من التلاته اللي بيربوه اللي هو هيكل عظمي بيبدا يضربه على السيف. بيروح حرفيا نايم على الارض ومفشوخ تعبان على الاخر. ولكن هيكل عظمي يقول لا، انت ما تعبتش خالص، لازم تكمل كمان. انت كده رحت العالم الخارجي مش هتعرف تنجو دقيقه واحده. بعد ما بيخلص مع المعلم ده بيروح لمعلم السحر ويبدا يعلمه السحر، وبيعلمه ازاي يستخدم السحر اصلا. ويقول له عشان تفعل السحر لازم تقول ترنيم معين، وكل تقنيه ليها ترنيم. فبيوريه ترنيم النار، فبيقول له انا عايزك تعملها. وفعلا بيعملها وبيظبطها من اول مره، ولكن بتكون هيكه جدا. هو يقول له كويسه بس المره الجايه انا عايزك تسيطر عليها لما المره الجايه هتاكلك. بعد بيخلص مع المدرب بتاعه وبيروح للمدرسه اللي بعدها اللي بتعلمه كل حاجه عن الحياه. يعني هو حرفيا اليوم بتاعه كله تعليم في تعليم. البنت بعدها بتفتح له كتاب وتقول له ده الشياطين، وتقول له في كميه ملوك شياطين في العالم ده مش ملك واحد، وفي كميه الهه كتير جدا. وبعدها تقول له انا والمعلمين بتاعك التانيين احنا كنا بشرين اصلا، بس احنا عملنا صفقه مع اله الموت واعاد احيانا، ولكن صفقه شريره. بس مش هنعرفك اي حاجه دلوقتي غير لما تكبر عشان تصغر على الكلام ده كله. بعدها بنعرف المعلم بتاعه اصلا ما بيعرفوش شكله ولا اي حاجه بسبب اللي هم خالدين. بعدها بعد ايام المعلم بتاعه بتاع السيف يقول له دلوقتي هتبدا تتدرب معايا فعلي، عايزك توريني كل قوتك حاليا. هو اللي شكله لسه بدري على الحاجات دي، ولكن هو يقول لا انت مش بدري ولا اي حاجه، انت اصلا عندك 10 سنين، فانا كده كويس جدا عشان نشوف قوتك الفعليه. هاجم عليا كل قوتك كده كده مش هتاذى. ولكن الواد بيرفض ان هو يتحرك، ولكن المعلم في ساعتها بيطلع السيف بتاعه بيهجم عليه، وبيكون نيته فعلا هو يقتله. ولكن في ساعتها وليم بينط على اخر لحظه. بعد الواد بيستعمل السحر بتاعه بيطلق زيت بيخليه يتزحلق على طول على وشه. بعدها بيستخدم على شبكه عنكبوت عشان يجمده في مكانه. ولكن في ساعتها المعلم بتاعه التاني بيزعله ويقول له ما تخليكش قريب منه، خد بعضه وخلي مسافه بينك وما بينه. ولكن ما بيلحقش اللي هو يبعد عنه خالص. والمعلم بتاعه بيقرب منه في ثانيه واحده وبيطير السيف من ايديه. ويقول انت خلاص خسرت اهو. بعدها بعد ايام المعلم بتاعه بيبدا يعلمه شويه حاجات عن العالم. بيعرفوا ان البشر في العالم ده قليلين جدا بسبب ان حصل حروب كتيره جدا، والحروب دي مش عاديه خالص ما بين ملوك الشياطين وبعض الالهه. وبسبب كده حرفيا كل البشر ماتوا. بس يقول ما تقلقش في بعض البشر اكيد قريبين مننا. بعد بيعدي كمان سنوات ويبقى عنده 13 سنه. بيكون طبعا اقوى من الاول وعنده معرفه عن الحياه اكتر من الاول بكتير. الراجل المعلم بتاعه بيقرر هو يخليه يقاتل مع احدى الشياطين. يقول ده اضعف من الضعفاء بس انت هتعرف تهزمهم. البنت حرفيا اللي بيبدا القتال بيخلص عليه في ثانيه واحده. المعلم بتاعه بيتصدم يقول فعلا اتطورت عن اخر مره بكتير. بعدها بياخدوا النفق تحت الارض. بعدين المدرس بيطفي النور بتاعه وبعدها بيختفي من المكان. ويليام في ساعتها بيعرف ان ده اختبار وهو سايبه هنا عشان كده. هو في ساعتها بيستخدم سحر النور وبينور المكان، ولكن بيلاقي بعض الشياطين ضعفاء جايين له، عشان كده بيضطر ان هو يقاتلهم وفعلا بيخلص عليهم. بعدين بيلاقي احدى الهيكل العظميه بيكون هيكل عظمي لاحدى الوحوش، فبيحس ان هو اقوى من الناس التانيين وقاتلهم. اول ما يهجم عليه بالسيف بتاعه السيف بتاعه بيتكسر، ولكن ما بيكونش اتكسر من غير نتيجه، بيكون وحش جمجمته اتكسرت هي كمان. بعدين يخلص النفق ده وبيعرف يطلع المكان اخيرا وبيكون نجح في الاختبار. بعدها بيوم بالظبط بيصحى من النوم ويبدا يتدرب من اول جديد مع نفسه بقى. وبيكون معاه رمح شيطاني من احدى الشياطين اللي قاتلهم وبيستعمله بدل السيف بتاعه القديم. وبرضه بقى بينزل كل فتره النفق ده وبقى بيقاتل بعض الشياطين وبعدين يطلع تاني. بعدين يعدي اسابيع كتيره. بعدها بيقعد مع المعلم السحري، ومعلم السحر بيطلب منه طلب انه عايزك تخسر قدام المعلم بتاعك بلود، وبلود ده يبقى معلم السيف. انه عايزك تخسر قدام من غير ما يلاحظ. هو بعدين يقول له ليه الطلب الغريب ده، وهو يقول له بس عايزك تعملها. هو بعدين بيرفض يقول له لا طبعا مش هعمل اي حاجه من انت عايزها غير لما اعرف السبب بتاعك. بعدها بيوم بالظبط بيبدا القتال بتاعه الاخير مع المعلم بتاعه، والقتال ده هيكون الاخير عشان لو هو كسبه هيكون الاخير ليه، عشان دلوقتي اتعلم كل حاجه المدرب بتاعه مفيش اي حاجه يتعلمها منه تاني. وفعلا بيبدا القتال ما بينهم هما الاثنين. المعلم بتاعه بيهجم على اول هجمه ولكن هو بيصدها بالدرع بتاعه، وبعدها بينط من فوقه وبعدها بيهجم عليه، وفي ثانيه واحده بيوقع على الارض وبيحط السيف في قلبه. وفي الاخر السيف بتاعه بيخترق القفص الصدري بتاع الخصم بتاعه، ولكن ساعتها بتاعه بيمسكه من زوره وبيوقعها على الارض وبينزل السلاح جنب وشه. يعني دلوقتي هو كسب. المعلمه بتاعته التانية بتتعصب وتقول له انت بتعمله ده هو كسب اصلا. بعد بيدي السيف بتاعه يقول له عايزك تجربه. بعد يقول له السيف ده اقوى ما تتخيل عشان السيف ده شيطاني، والشيطان اللي كان
كان مع السيف ده كان رتبته عاليه جدا. يقول له السيف ده لو انت ضربت باي حد تعرف تاخد من حياته، ويقول له لو فضلت تقتل فيه كتير جدا هياخد من حياتك. فعشان كده الرتب العالي من الشياطين بس تعرف تستخدمه عشان قوته الروحيه اكتر مننا بكتير. بعدها بيستخدمه بيلاقي هو تقيل جدا، ولكن مع ذلك بيعرف يلوح بيه بكل سهوله. بعد ما بيقول له افرح، انا اقول لك دلوقتي قصه حياتنا واقول لك ازاي انت جيت لغايه هنا. ده بصراحه اسوء يوم ليا، بس انا ما كنتش عايز اعرفك خالص، بس انت خلاص كبرت ودلوقتي تعرف تشيل المسؤوليه من غيرنا. يقولوا من زمان جدا، من 200 سنه بالظبط، كان في حروب كتيره جدا في العالم. البشر كانوا عايشين في كل حته وكانوا مستمتعين، وكان في وقتها كان في كميه ملوك شياطين وكانت بتحاول تدمر في العالم. وفي نفس الوقت كان في احد الاشخاص كان من كتر شره كان الالهه كلها كانت بتكرهه. العالم كله كان بيكره حتى الشياطين الشريره ذات نفسها. كان بيلقب بالشر المطلق وملك الرعب، كان ملقب من اكتر من 1000 لقب، ولكن اشتهر بملك الخالدين. الشخص ده كانش بيموت ابدا، الدم بتاعه كان بيعرف يخلق منه كميه شياطين، وكان بيقطع من ايده ومن لحمه، وكان بيخلق كميه شياطين منها برضه. حصل كميه حروب في وقتها كتير جدا عشان يحاولوا يهزموه، ولكن ما حدش عرف. وفضلت الآلهة وملك الخالدين يتقاتلوا كتير جدا، وتقول احنا المدربين بتاعك دلوقتي، احنا كنا ابطال في وقتها، احنا كنا ملقبين بثلاث ابطال. بعد احنا تلاتة عملنا خطة عشان نهزم الشيطان ده. هو في ساعتها يقول انا فهمت الخطة، انتوا التلاتة تروحوا تقاتلوا احدى الشياطين الاول، والشيطان ده هيكون احدى الشياطين رفيع جدا ومع احدى السيوف القوي جدا، وده السيف اللي مع المعلم بتاعي حاليا. وخدت السيف ده وبعدها رحت هزمتوه. هما بعدين يقولوا له كلامك صحيح، ولكن احنا ما هزمناهوش خالص، احنا فعلا خدنا السيف، والسيف ده اللي كان هيدينا افضليه في المعركه دي، ولكن انا قاتلته قدامه وش لوش وكان بيتقاتل معاه بالسيف. اول ما شفت واحد بقوته ابدا، لكن اللي خسرته قدامه بكل سهوله. بعدها احنا التلاته عرفنا ان هو مش هيموت ابدا، مش هنعرف نهزمه باي حاجه، عشان كده قررنا احنا التلاته احنا نختمه، ولكن قوتنا كانت ضعيفه جدا. ولكن في ساعتها اله الموت اتدخل وعقد معنا عقد مقابل اللي هو يساعدنا اللي هو يختمه، وفعلا عملنا عقد وعرفنا نختمه. ودلوقتي هو عايش تحت الارض حاليا، واللي احنا قاعدين عليها دلوقتي. ودلوقتي احنا احياء اموات دلوقتي، يعني دلوقتي هم ميتين ولكن في نفس الوقت هم عايشين، ولا بيشعروا ولا بيحسوا بالجوع ولا اي حاجه. ودلوقتي هم الحراس عشان ملك الخالدين ما يرجعش الحياه من اول جديد. بعد تقول العقد ده كان سيء جدا لدرجه اله الموت خد الروح بتاعتنا. بعد عدى سنين كتيره جدا وبعدها لقيناك هنا، لقيناك في المنطقه اللي احنا عايشين فيها. اول ما لقيناك عرفنا ان انت ما جيتش بالعدم، عرفنا ان الشياطين هم اللي جابوك عشان تكون اضحيه ليه، عشان يتحط من الختم ويرجع للعالم الخارجي من اول جديد. احنا عرفنا كده اول ما شفناك. المعلم بتاعك جاس واللي هو المعلم السحر بتاعه رفض له يعتنوا بيه، قالوا احنا مش هنقدر نعمل له اي حاجه، بس سيبوه يموت في حاله. ولكن هما الاثنين رفضوا وقالوا له ما هيعتنوا بيك. بعد المعلمه بتاعته تقوم تحضنه وتقول له كانت ايام حلوه جدا، انا مش هنكر ان انا عشت حياه فظيعه جدا كلها وكتلات، ولكن الفتره اللي قعدت فيها معاك كانت احسن فتره في حياتي كلها. بعد اله الموت بيحضر ولو دلوقتي انت خالفت العقد بتاعنا، انتوا مستعدين دلوقتي للعقاب بتاعكم؟ هم يقولوا له ايوه احنا خالفنا العقد بمزاجنا. ولكن في ساعتها معلم السحر بيتدخل، بعد يستخدم عليه سحر كمان وبيهجم عليه، وفعلا السحر بتاعه قوي جدا لدرجه اللي هو بيقتله. بعدها بيرجع له ويقول له الحمد لله انا لحقتك على اخر لحظه، ما تقلقوش هو مش هياخد روحكم ابدا. راجع في ساعتها بيرجع من قلبه جديد وبيقطعه نصين. بعد يقول له انا كنت متوقع ان انت قوي زياده عن اللزوم، فعشان كده انا عملت احتياط لنفسي قسمت روحي نصين، بس انا ما كنتش متوقع ابدا تعرف تهزم 50% من قوتي. بعد المعلمين الاثنين بيقعوا على الارض وبيبداوا يموتوا حبه بحبه. بعدين اللي الموت بيبتسم بوشه بطريقه غريبه ويقول له شكرا انت عملت شغلك باتقان، انت السبب اللي خلتهم يحصل لهم كده كله. بعد ما نعرف العقد ده يشهد على شرط واحد، اللي هم لازم يركزوا على ملك الخالدين ويستخدموا السحر عليه كل مره عشان الحاجه ما تتكسرش ابدا، ويفضلوا مركزين معاه. فعشان كده اله الموت ارسل لهم الطفل ده عشان عارفين انهم يحبوه وهيركزوا كل قوتهم عليه. وفي الاخر هيجي احدى الايام ومش يركزوا مع الملك خالص، وده في الاخر اللي هيخلي الختم يتكسر والعقد بتاعهم يفشل. والعقد ما يفشل بطريقه مش هيموتوا، هيفضلوا حيين بجسدهم الميت ولكن هيكونوا من الجيش بتاعه وهيفضلوا يختموا طول حياتهم. بعد اله الموت يقول دلوقتي اديك خيارين، لما تعيش في سلام لوحدك هنا وتفضل تبكي عليهم كل يوم، لما تعيش معاهم للابد في الجيش بتاعي وهتكون فرد من الجيش بتاعي انت كمان. بعد يقول له مش عايز ردك دلوقتي، هاجي بعدين واخد الرد بتاعك. بعدها هو بياخد المعلمين بتوعه وبيشيلهم يوديهم لغايه البيت بتاعهم، وبيكون قاعد عمال يبكي عليهم جدا. بس ساعتها بيفتكر احدى ذكرياته القديمه وبيعرف ان هو مش من العالم ده اصلا، ولكن بطريقه لما لقى نفسه في العالم ده. ولكن اول ما يحل الصباح بيلاقي كل المعلمين بيصحوا من النوم وبيلاقي ان هم لسه احياء، ولكن يعرف بعدين ازاي رجعوا الحياه من اول جديد. بعدين يقول له انا عرفت هويتي الحقيقيه، انا ما كنتش من العالم ده اصلا، انا كنت من عالم تاني وكنت شخص فاشل جدا والشكل ما زلت فاشل حتى في العالم ده. بعدين المعلمه بتاعته تقول له ما تقولش كده، انت اكيد مليون في المية الالهه هم اللي نقلوك، فاكيد نقلوك عشان عمل شريف عشان تنقذ العالم او حاجه شبه دي، فانت عمرك ما هتكون شخص فاشل في العالم ده خالص. بعدها بيعدي عدة ساعات وبيحل الليل. بعدها بيطلع بره عشان يقابل اله الموت من قلبه جديد عشان دلوقتي هو مستني الجواب بتاعه. واليوم بيقول له اكيد مش هتخاف من طفل صغير وبالذات اللي هو بشري، انا دلوقتي برفض الطلب بتاعك ومش هكون من الجنود بتوعك ولكن هقتلك حالا اهو. بعدها يقول له ماشي.
انت اللي اخترته لنفسك بقى. بعدها بيجيب له 1000 واحد من جنوده، هو حرفيا بضربه واحده بيقتل 20 مع بعض. في ساعتها اله الموت بيتصدم من قوته، ويقول انت طفل صغير وعرفت تقتل 20 واحد في ثانيه واحده، ده انت لما تكبر هتكون قوي جدا. انا هسالك تاني، عايزك تنضم للجيش بتاعي، هخليك واحد من ضمن الناس القريبين مني وهتكون قائد جيش كامل. بعدها بيطلع له كوبايه وبيحط له كميه دم من عنده، ويقول لي ده العقد بتاعنا، لو انت شربت الدم ده العقد بتاعنا هيتم. في ساعتها بيحط السلاح بتاعه على جنب وبيقرب منه، وبعد بيطلع السلاح التاني وبيقطع على الايديه. بعد بيطلع السلاح التاني وبيكون السلاح بتاع المعلم بتاعه، وبيستخدم قوة السلاح عليه ومدس من قوة الروح بتاعته. لو فضلت الأسلاك ماسكة فيه جامد في الآخر اللي هيموت. بعدها بيهجم عليه هجمة كمان وبيسيبه إصابة قوية جدا في قلبه. بعدها بيجي حتة تعبان من وراه وفي الآخر بيسيبه بالصم بتاعه، ولو في ساعتها بيقع على الأرض وبيموت. بعدها الواد بيصحى من جديد ولكن بيلاقي نفسه في مكان غريب. بعدها الواد يقول لنفسه أنا جيت هنا قبل كده، أنا متأكد مليون في المية. بعدها بيبص جنبه بيلاقي إحدى الآلهة وبيكون إلهة النور. بعد الواد بيفتكر المكان ده، بيعرف قبل ما يتنقل العام ده جه المكان ده اصلا، وكان قدام إلهة النور برضه. إلهة النور تقول انا عايز احياك من جديد وهديك معظم قوتي عشان تعرف تهزم الشر في العالم ده وتنقذ العالم اللي فيه. وفعلا هي بتديله كل قوتها، وبيكون المنى بتاعته عماله تطلع من كل حته. ملك الموت بيخاف حرفيا جدا لدرجه ان هو بيقول مش هسهل معاك تاني خالص، فعشان كده بيقرر ان هو ما يرمش حتى وهو بيقاتل. بعد وليم بيهجم على الشياطين دمت وبيهزمهم بضربه واحده. بعد وليم بيروح يهجم على الخصم بتاعه، ولكن في ساعه الاله بيطير في ثانيه واحده وبيهجم عليه بسحر الظلام ويدمر المكان، ولكن هو بيصد الضربه بتاعته. بعدها بيلاقي له هارب من المكان ويقول شكله راح يقتل المعلمين بتوعي، وفعلا بيجري عليهم عشان يشوف راح يقتلهم ولا لا. وفعلا اول ما يوصل بيلاقي اله الموت هناك، هو في ساعتها بيجري ويقول خلاص مش هلحقهم خالص، هما هيموتوا للابد دلوقتي. ولكن في ساعتها الاله بتتدخل وبعدها بتقضي عليه. بعد وليم بيروح يجني عليه في ثانيه واحده، وفعلا الضربه بتاعته بتبقى قويه جدا لدرجه ان هي بتخترق جسمه كله. اله الموت يقول له عمري ما انسى اسمك، انا هقضي عليك بنفسي انا. وبعدها اله الموت بيختفي. بعدها 3 معلمين بيفرحوا له جدا. بعد المعلمه بتاعته والمعلم بتاعه التاني يقولوا خلاص الوقت بتاعنا جه، احنا دلوقتي هنموت. هي بعد تقول ما تقلقش انت انقذتنا اصلا من الحياه دي، احنا كنا بعد ما نموت كنا هنبقى اتباع اله الموت، ولكن انت انقذتنا دلوقتي هنعرف نموت اخيرا للابد، ولكن انت عرفتني الفرحه في اخر 15 سنه فهتشكر جدا. بعد الاتنين فعلا بيموتوا. بعدها بيطلع المعلم بتاعه اللي ما ماتش. بعدها يقول له صحيح انت ما متش معاهم ليه؟ هو يقول له يا عم انا فكرتك هتفرح يعني. هو بعدها يقول له ما هعرفك دلوقتي هم ماتوا ليه وانا ما متش ليه. الهه النور عملت معانا عقد احنا الثلاثه اللي هيسيبنا عايشين ونفضل نحمي المكان ده ونخلي الملك اللي تحت الارض ما يرجعش الحياه من جديد، ولكن هما الاتنين رفضوا، وانا هفضل احرس المكان ده لمده 10 سنين بالظبط وبعدها اموت انا كمان. بعدها قلت ما عادش ليك مكان هنا، دلوقتي هتبدا قصتك حاليا، قصه الشخص اللي هينقذ العالم. بعدها بيديله الفلوس اللي كان محوشها ليه اما يكبر. هو بعدها بيشكره وبيبدا يمشي المكان، ودايما بيكون ماشي بالغابه ودلوقتي بيتجه على مدينه البشر عشان يشوف فعلا البشر لاول مره في حياته. ولكن زي ما انتم عارفين طبعا هم نادرين جدا، ولكن هو في طريق عادي بيقابل بعض الوحوش، ولكن طبعا بيعرف يخلص عليهم بكل سهوله. في الاخر بيوصل عند احدى المدن ولكن بتكون كلها مدمره، وبيلاقي مدينه تانية وبتكون مدمره اكتر من المره اللي فاتت. هو بيأمل بقى لا يكون في اي حد عايش فيها، ولكن للاسف للمره التانية ما بيلاقيش اي بشر عايشين في المنطقه دي. بعد يكمل رحلته عادي يفضل يتمشى كمان لغايه ما يحل الليل، فعشان كده بيولع نار وبينام جنبها. بعد تاني على طول بيكمل طريقه وهو ماشي بقى عادي بيسمع صوت تخبيط على الارض، فبيقول شكل الشيطان جاي عليا ولا ايه. بعد بيجي حاجه عليه وفي الاخر بيقتلها بدون اي تردد. بعدها بيلاقي مش شيطان ولا اي حاجه، طلع انه خنزير بري. وفي الاخر بيلاقي احد البشر اخيرا ولكن بيكون الف. الواد التاني بعدها يقول له انت مرتبط بالالف باي حاجه؟ هو يقول له لا. بعدها يقول له دي الفريسه بتاعتي ولكن دخلت وخلصت عليه فعشان كده اخدها هي كلها. هو بعدها يقول له ماشي، ولكن انت في الاول في الاخر اصلا اصابه ضعيفه وفي الاخر هبت منك وانا كنت عليها، فعلى الاقل اديني حته صغيره، انا كده كده هاخد الحته اللحمه دي لوحدي. هو فعلا يقول له ماشي اي مشكله اديك اللي انت عايزه، وبيساعده في تقطيع اللحمه وفي الاخر بيديله ورك. بعدها بيجيبوا الجبد بتاع الخنزير ده ويبدا ياكلوا هما الاتنين مع بعض. بعدها الف بياخد بعض عشان يمشي، ولكن التاني يقول له انت منين صحيح؟ هو يقول انا عايش لوحدي وانا بفضل اتنقل لمكان لمكان. بعدها بيطلب منه طلب اللي هو يعيش في مدينه الالف، ولكن في ساعتها يقول له ما تتبعنيش، خد بعضه وامشي من هنا. هو بعدها يقول له ماشي بس انا عايز منه طلب بس اخير، تقول لي بس اقرب مدينه بشر. هو بعدها يقول له امشي من الغرب، افضل مطول جامد لغايه ما تلاقي مدينه البشر. شوف بقى مدينه البشر هناك ولا لا، ممكن تكون اصلا الشياطين قتلوها. واليوم بعدها بيبدا يتجه لمدينه البشر فعلا، ولكن بيحل الالف عشان كده بينام في جنب. ولكن في ساعتها بيشوف رؤيه في دماغه، بيشوف الالف عمال يقاتل فبيقول شكل الالف في خطر. وبعدها بنعرف اللي هو بيشوف التهيؤات دي بسبب قوته، فعشان كده بياخد بعضه ويروح يجري على الالف ده عشان يشوف هو بيتقاتل مع الشياطين ولا لا. بعدها بدا يتمشي في الاخر بيوصل عند احدى المدن وبيكون مدينه بشريه، وده
وبيلاقي مدينة مش مدمرة المرة دي، وبيكون في نفس الوقت اتنين من البشر معديين. التاني بقى بيكلم صديقه ويقول له انا سمعت اي حاجة ولا ايه؟ هو يقول له ايوه سمعت. التاني يقول له انا قلقان جدا اللي يكون شيطان، وبيكون الصوت ده اصلا صوت ويليام. ساعتها ويليام بيقول الحمد لله وما سمعنيش. ساعتها في واحد بيهجم عليه، فساعتها بيتدخل وبيحميهم على اخر لحظة. بعدين بيبص جنبه ويلاقي الالف ذات نفسه هو اللي هجم عليهم، وبعدين يقول لنفسه شكل النبال اللي انا شفتها فكرتها بطريقة تانية خالص. الالف مش بيتهجم عليه، هو اللي بيهجم على الناس. بعدها الالف بيكلم خمسة من البشر يقول لهم هيهجموا عليهم دلوقتي، وفلا بيسمعوا الكلام ويبدا يهجم على البشر. ويليام في ساعتها بيتصدم يقول انت بتعمل كده ليه؟ ولكن في ساعتها يقول له اخرس وموت، وبعدين بيهجم عليه بالسهام، ولكن هو بيصدهم بالدرع بتاعه. الالف في ساعتها بيعرف ان هو لسه ما قطعش عليه، فبياخد بعضه ويمشي المكان. ولكن في ساعتها ويليام بيجيله ثانيه واحده. في ساعتها الجنود التانيين بيجي يحاصروا ويليام بعدين يروح يجي مع الالف، والالف حرفيا بيتصدم من كتر سرعته. ويليام في الاخر بيضربه في بطنه، وفي الاخر بيغمى عليه. ويليام بعدين يروح يجي مع الجنود التانيين، وفي الاخر بيخلص عليهم. بعد في المدينه طبعا احدى الممالك، ولكن المملكه مش مسيطره على المدينه دي بسبب المدينه دي في غابه الوحوش، والشياطين هنا كتير في المنطقه دي بالذات، فعشان كده المملكه مش بتحكمها كويس. بعد يجي له واحد من الرجاله وبيشكره جدا. بعد بيجي راجل عجوز وبيطلع رئيس القريه وبيشكره هو كمان. بعدها بيجمعوا كل الناس الحراميه دمت ويبدا يحكموا عليهم عشان يشوفوا دلوقتي هيعملوا فيهم ايه. بعدين يقول لهم قبل ما تموتوا وانتوا ايه اللي خليكم تعملوا كده؟ هم بعدين يقولوا احنا اسفين جدا، احنا عرفنا غلطنا بعد ما عملناه. احنا كنا عايشين في احدى القرى، ولكن هجمنا الشياطين وقضى على القريه كلها، واحنا الوحيدين الناجين من القريه دي، فعشان كده قررنا ان احنا نسرق الاكل اللي عندكم. الالف بعدها بيعتذر لهم هو كمان ويقول لهم انا عايزك تعلموني انا اصلا السبب في ده كله، انا اللي وزيتهم في الاخر. جاسم بدري للاسف جدا، بس انتوا كلكم هتتعدموا مفيش اي استثناء. ويليام بعدين يقول لنفسه القرار الحكيم هم لازم يقتلوهم، ولكن في ساعتها بيفتكر كلام المعلمه بتاعته قالت له انقذ الناس حتى لو انت خايف. وده نفس الموقف دلوقتي، هو عايز ينقذهم ولكن خايف ان هم يتقلبوا عليه او ينقلبوا على القريه من اول جديد. ولكن في ساعتها بينفذ الوصيه بتاعت المعلمه بتاعته. بعد بيطلب منهم ان هم يعفوا عنه مقابل اللي هو هيدفع لهم كميه فلوس. وبعدين يقول له انا عايزك تخلوني يشتغلوا عندكم يعيشوا في المدينه دي، ولكن ما عدا الالف انا خليه يشتغل معايا. وفعلا الراجل العجوز يقول له ماشي هعمل لك اللي انت عايزه، وفعلا بيتم الصفقه وبيحررهم كلهم. بعدها ويليام بياخد الالف وفعلا بيمشي. الالف بعدين يقول له انت خطتك ايه؟ هو ايه السبب اللي انت خليتني تنقذنا؟ هو ولا اي حاجه، بس انا اخترتك انت بالذات عشان تعرف الطريق كويس، عشان كده هتساعدني. هو يقول له ماشي انا كده كده محتاج فلوس. ويليام بعدين يقول له عايزك توديني للكره البشريه اللي احتلها الشياطين عشان اشوف انا هعرف انقذهم على اخر لحظه ولا لا. هو بعدين يقول له ماشي انا هرشدك بس مش هقاتل معاك. ويليام بعدين يقول له ماشي ده اللي انا عايزه بالظبط. وفعلا بيتجه لرحلتهم، وفعلا الالف يبدا يوصله واللي هو يبقى اسمه ميني بيفضل يوصله لغايه ما يحل الليل، فعشان كده بياخده ويخيمه في جنب. ولكن بيتصدم على مينا ويليام من قوته، بيعرف يستخدم سحر الجنيات واللي هو النار والريح وكل انواع الطبيعه، وبيشوف هو عمال يحرك الشجر زي ما هو عايز. واللي بيعرفوا يتحكموا بالجنيات هم الالف لا غير. وفعلا بيعملوا مأوى حلو من الشجر، وبعدها على طول بيخش يناموا. الالف بعده يخش ينام فعلا، ولكن ويليام بيقول مش هنام انا اللي هراقب المكان. ويقول له ما تقلقش لو في اي حاجه حصلت الجنيات هتقول لي. وفعلا ويليام بينام هو كمان. بعدها تاني يوم بيصحى من النوم بيكملوا طريقهم، وفعلا ميني بيوصلوا لغايه القريه، عشان كده بيقول له خليك هنا انا بص كده على خفيف وارجع لك تاني. وفعلا بيروحوا بيلاقي قريه ولكن هم جنب معبد، فبيقول له الشياطين دمروا كل حته، المعبد كله متدمر. انا شفت بعض الشياطين هناك عمالين يعملوا بعض الطقوس في قائدين من الشياطين هناك بالظبط. بعدها بيرسم له خريطه المعبد، وفعلا ويليام بيتدخل ويبدا يقتل في الشياطين. واحد من قائد الشياطين بيحاول يقتله ولكن هو بيرمي عليه شبكه العنكبوت وبيقعده على الارض في جنب. بعد بيقتل على بقية الشياطين، ولكن بيتفاجئ القائد حرر نفسه وبيهجم عليه مرة واحدة، ولكن من حظه عرف يتجنبه في آخر لحظة. بعدين راح قائد الشياطين وبعدين يخلص عليه، ولكن بعدها بيتفاجئ ان ميني وراه وقتل بعض الشياطين. فبيقول لي يا عم انت دخلت ليه؟ انا فكرتك بجد مش هتخش في القتال. هو يقول انا شفتك انك مسيطر على المكان ده فعشان كده قلت مساعدك، لو شفتك اصلا كنت هتموت انا كنت اخد بعضي واهرب. وبعدين يلاحظوا ان في طفل تحت الانقاض بيطلع حبة بحبة، ولكن جسمه غريب جدا اكنه تحول لشبه شيطان. وبيكلم ميني ويقول انا استحملي زي ما قلت لك اهو يا اخويا، انا ما حبطتش ابدا اول ما هجم على الشياطين. في ساعتها ميني بيخاف منه ومن شكله فبيرجع لورا، ولكن ويليام بيشيل على همه اي حاجه. طفل صغير في الاخر يقول انت عملت عمل جيد جدا ما تقلقش. بعد بيكلم ميني ويقول له عايزك تسلم على اخوك، وفعلا بيسلم عليه. بعدها فعلا الطفل الصغير ده بيموت، وطبعا ما بيكونش اخوه لاي حاجه بس هو متهيأ ميني بعد اتأسف له جدا يقول انا فكرتك انت معاك شويه فلوس ومعاك شويه قوه وبتقول كلام فارغ انت عايز تنقذ العالم وعايز تنقذ القرى، ولكن فعلا انت وريتني ده كله قدامي مع ان بقوتك دي تعرف تجيب فلوس من غير اي معاناه، ولكن انت اثبتت لي فعلا انت عايز تنقذهم كلهم. بعدها هما الاتنين بيشيلوا الجثث بتاعت المدينه ويبداوا يدفنوها. بعدها بيجهزوا نفسهم عشان يمشوا المكان، ولكن بيتفاجئوا ان في شبح داخل عليهم عباره عن روح لا غير. ويليام في ساعتها بيتخض فبيطلع السيف بتاعه. هي تقول له اهدى شويه انا مجرد انسانه وهموت حالا اهو، بس تحاول تشبح قبل ما اموت. ميني بعد ما يكلمها اكنه عارفها بيقول لها انت ما موتيش ليه؟ انت محقره الحياه ولا ايه؟ هي تقول له طول عمرك كده عمرك ما بتقول لاي حد كلام جميل. بعد ما مشيت القريه انت عملت اي اعمال سيئه؟ هو بعد يقول لها لا
طبعا السؤال الغريب ده. هي بعدها تقول انا عارفاك عم تكذب، انت اكيد سرقت حد او عملت اي حاجه، انا مش هقول لك ان انت حرامي، بس انت في الاول في الاخر جواك طيب وانا عارفه كده. هو بعدها بيزعق وبالله اعمل لك ايه يعني، انا في الاخر قررت اسرق عشان اصرف على نفسي وادي الناس اللي معايا فلوس، فعشان كده انا سرقت احدى القرى. هي بعدها تقول انا عارفه. الواد بيبدا يتعصب جامد لدرجه انه بيمد ايده عليها، ولكن ما فيش اي ضربه بتيجي فيها عشان هي عباره عن شبح اصلا. هي بعدها تقول ما تقلقش، الحياه مدياك كمان فرصه كمان، فعايزك بقى تعمل خير في الحياه دي. هي تقول له قبل ما اموت انا عايز اديك دلوقتي حاجه، في احدى السياد الشياطين قاعدين في الجبل ده، انا كنت مفكر اللي هجموا علينا في المنطقه دي عباره عن شياطين متجوله لا غير، بس طلعت هي حاجه مدروسه، هم عايزين يهدموا القريه دي عشان ما حدش يعيش فيها، وده خطه احدى اسياد الشياطين اللي هناك. والولايه العجوزه فعلا بتموت. بعدها هما الاتنين بيكملوا عمليه الدفن. بعد بعدة دقيقة من الناس اللي عرفوا يهربوا من القرية رجعوا من أول وجديد وصدموا من حال القرية بعد ما مشوا، ولكن أهل القرية ما يقسوش خالص، ما كانوش إنهم يسيبوا القرية وينقلوا القرية تانية. بعدها يفتحوا المخازن بتاعتهم الأكل اللي كانوا مخبيينها، بيقرروا ما يحتفلوا اليوم ده إن القرية ما انهارتش للأبد، لسه في ناس عايشة، وتاني ما على طول هيبدأوا يشتغلوا. وليم بعدها بياخد بعضه وبيقعد في جنب، وليام برضه بيكون قاعد معاه بيقول له صحيح الست العجوزة دي تعرفها ازاي؟ هو بعدين يقول له انا اقول لك دلوقتي، انا كنت عايش في منطقة الالف، وقبل ما اتولد كانت امي فضولية جدا، فقررت ان هي تمشي من القرية دي وتروح لقرية تانية وتعيش فيها هناك وتستكشف العالم. ولكن بعدها بسنين رجعت من اول جديد وهي حامل في طفل، وانا كنت الطفل ده، وفعلا ولدتني وبعدها عشت هناك، ولكن كل القرية كرهتني بسبب ما حدش يعرف هي اتجوزت مين، فعشان كده كل الناس كانت بتبعد عني، فعشان كده سبت القرية وهربت منها وكنت عايش في الغابة السنة دي كلها، وكنت شغال في احدى نقابة المغامرين، واحنا كنا في احدى المهمات وخلصنا المهمة بتاعتنا وكانت صعبة جدا، واحنا عملناها بأعجوبة. قبل ما نروح النقابة عشان ناخد فلوس كنا جعانين جدا، فعشان كده كلنا، ولكن قائد الفريق حط لنا سم في الأكل عشان يقتلنا كلنا وياخد الفلوس كلها ليه. فعلا كلهم ماتوا قدامه، ولكن الواحد ما موتش بسرعة، فعشان كده رحت قتلت قائد الفريق قبل ما اموت انا. بعدها حاولت امشي من المكان لغاية ما اوصل لإحدى القرى. بعدها هي خدتني وادتني العلاج وادتني بعض الاكل وعشت عندهم كتير جدا. بعدها سبت المكان ومشيت. ادي قصه حياتي كلها. ومعلومه على السريع كده، الالف بيعيش كتير جدا، متوسط عمره 400 سنه. بعدها الالف بيقوم بيقول لي بطل احنا نتكلم في المسؤوليات دي كلها، انا قررت ان انا خلاص هقعد معاك واشتغل معاك عشان انت في الاخر رجعتني الطريق ده. بعدها بيوم بالظبط القريه بتبدا تشتغل من اول جديد عشان تعيد بناء القريه، ولكن بيلاحظوا كل الادوات اللي عندهم اتكسرت، الشياطين كلها دمرت كل الادوات. يلا احنا شكلنا هنضطر احنا نروح لمدينه وايت سليس عشان نشتري منها الادوات، بس المشكله احنا مش معانا فلوس اصلا ان احنا نشتري ادوات من هناك. وليام بعدها بيسال مني ويقول لي المدينه دي، هو يقول له عم هقول لك. يقول له كان من 200 سنه بالظبط كان في دوله اسمها سو، ولكن احتلال الشياطين بدأ يدمروا في الدوله دي، ولكن بعدها الابطال اتدخلوا وانقذوا الدوله دي على اخر لحظه، ولكن ما عادش فيها عيش ولا اي حاجه، حرقوا الدوله باللي فيها. بعدها الابطال قالوا ما ينقلوا من مكان تاني ليه مكان لسه فيه عشب ويكون فيه بحر كمان، ودي الدوله دي اللي بقول لك عليها. وليام بعدها بيعرف الابطال دول بتوع المعلمين بتوعه، الدوله اللي ما يروحوها دلوقتي هي من خير المعلمين بتوعه. وليام بعدها بيكلم مني ويقول له تعالى معايا، وراك نروح نستكشف احدى الانقاض ونجيب شويه فلوس، وبعدها نروح نشتري لهم احنا الحاجات دي واحنا نقسم الفلوس بالتساوي. هو بعدها يقول له ماشي مش اي مشكله، وفعلا بيستكشف واحد الانقاض وبيجيب فلوس وبيرجعوا من اول جديد. ودلوقتي هم ماشيين عادي ومتجهين لغايه المدينه عشان يشتروا حاجات، لكن طبعا المدينه دي بعيده جدا بتاخد منهم ايام ماشي، وهما في الطريق بيقابلوا اتنين عمالين يجروا من غوريلا. طفل صغير بتحمل راجل عجوز وترمي على طوبه وتقول له انت عايز تكون تعالى لنا الاول، وبعدها بتهرب من المكان، وبعدها بيبص في عين الغوريلا وبيخوفها، والغوريلا بتاخد بعضها وتهرب. بعدها بنعرف ان هو متعلم الحركه دي من المعلمين بتوعه عشان الغوريلا عمرها ما تدخل في قتال وهي عارفه اللي هتخسره، فمجرد اول ما تشوف الخصم بتاعها بتعرف هي تكسب ولا لا. وليه بعدها بيروح للبنت الصغيره ولا انت بخير ولا لا، هي بعدها تقول له فكك مني دلوقتي هو انت نبيل ولا ايه، هو بعد يقول له انا شخص عادي، هي بعد تقول له انت كده مغامر، هو لا ولا ده ولا ده برضك. هو بعد يقول له مين اللي جابكم المكان ده وخلاك تمشي لوحدكم كده في مكان خطر شبه ده. هي بعدها بتعرف عن نفسها وترى مغنيه متجوله، وده بقى متجول قابلته من فتره، فعشان كده بنشتغل مع بعض، بنشتغل في نفس الاماكن، واحنا كنا في الطريق عشان نروح لوايت سليز عشان دي المدينه بتاعتنا الرئيسيه، وكنا بنبيع هنا حاجات ولكن احنا خلصنا خلاص. مني بعدها بيكلم الراجل عجوز وبيستغل الفرصه دي، يقول له حق الانقاذ ده مش هاخد منك اي فلوس، بس توصلنا لغايه المملكه انت هتروحها عشان احنا رايحين احنا كمان. هو بعدها يقول له مش اي مشكله هوصلكوا زي ما انتوا عايزين، ولكن هو في الطريق بيعدوا على احدى المدن، فالاتنين دول بيقرروا ما يشتغلوا شويه في المدينه دي. الراجل بيبيع الحاجات اللي معاه والبنت بتبدا تغني. بعدها ست كبيره بتعدي على الراجل العجوز وبتساله سؤال. بعدها الراجل العجوز بيروح لويليام بعدها يقول لي كان في ست لسه بتسالني احنا ان هو على قوه الشفاء، كان بيسأل لو في أي حد عنده سحر شفاء أو أي حاجة من دي، فأنا جاي أسألك دلوقتي. هو بعد يقول له أيوه أنا عارف أشفي أي حد. هو بعد يقول لا ماشي حلو،
بنتها مصابة فعايزك تشفيها، وفعلا بيروح لغاية البنت وبيشفيها. الأم بتكون فرحانة جدا لدرجة إن هي كانت عايزة تدفع له فلوس. هو بعد بيصدق يقول لها خد مني فلوس ليه؟ أنا مجرد بس اللي شفيتك. هي تقول له في العادي بياخدوا فلوس كتيرة جدا كمان. هو بعد يقول لها مش زيهم، أنا مش هاخد منك أي حاجة، بس الراجل اللي جنبي ده لو أنت عايزة تشتري منه أي حاجة اشتري منه، بدل ما تدفع لي فلوس كده على الفاضي. ممكن تشتري منه اي حاجه تفيد نفسك بيها. وفعلا بتعمل كده وتشتري من راجل عجوز. بعدين بيخلصوا اليوم بتاعهم في المدينه دي، وبعدين بياخدوا بعضهم يكملوا طريقهم، وبيكونوا كده على الغروب يعني شويه كده ويستريحوا في جنب. وبيكمل الطريق فعلا، وفي الاخر بيحل الليل فعلا. ومن حظهم بقى بيقابلوا احدى البيوت، وبيكون البيت ده مهجور لوحده في الغابه، فبيقعدوا فيه وبيستراحوا فيه. البنت بعد تقول له انا هغني لكم بقى اغنيه من عندي عن الابطال الثلاثه. وبتكون الاغنيه عماله تحكي عن حته من قصتهم، واللي هي القصه ان هم الثلاثه كانوا بيتجولوا في احدى المدن، وهم اجروا احدى البيوت واستريحوا فيها. ولكن وقعت في البيت عادي بيجي احدى الاطفال وبيقول له عايزك تنقذ صديقتي على وشك اللي هتموت دلوقتي، هيدوها تحيي احدى تانيين. التنين ده عمال يهجم على المدينه كل شويه، وهم دلوقتي هيخلي التنين ياكلها مقابل اللي هو يسيبنا في حالنا. وانا مش عايز كده، انا عايزه تعيش، انا عايزك توقفوهم. هو بعده يضحك ويقول لي ما تقلقش هعمل لك ده ببلاش. وفعلا بعدها طول بيظهر التنين، وهم طبعا على طول بيخلص عليهم بكل سهوله. الطفلين بعدها يقرروا ان هم ياخدوا بعضهم يمشوا المكان ده. معلم ولي من بعدها اداله سيف وقال له انا عايزك تحمي نفسك بيه، واداله شويه فلوس عشان يصرف على نفسه هو وحبيبته. معلم السحر يقول له احنا هناخد منك الفلوس دي تاني بس لما يكون معاك فلوس وتعرف تسددهم. هو بعدين يقول له هعمل كده. بعدها بيشكرهم وبياخد بعضه يمشي المكان. ودي تبقى القصة بتاعت الأغنية. بعدها بيدخلوا يناموا وتاني مع طول بيكملوا رحلتهم. وفعلا بعد كمية ماشي بيوصلوا عند وايت سليز. قبل ما يدخلوا المملكة الراجل بيعرفوا على المملكة كلها. الواد حرفيا مصدوم من كتر التطور في المملكة دي. بعدها بيقرروا انهم يروحوا لإحدى المطاعم عشان يجيبوا أكل. وفعلا بيروحوا المطعم وبيطلبوا شوية أكل وبياكلوا. بعد ويليام بياخد بعضه ويروح للكنيسة عشان يصلي هناك شوية. ولكن هو في الكنيسة بيتفاجئ ان في تنين عمال يهجم على المكان، حرفيا دمر من المكان باللي فيه وحتى أصاب البشر اللي هناك. هو حرفيا بيتعصب المرة دي جامد قوي عشان المدينة دي المعلمين بتوعهم اللي صنعوها عشان البشر يعيشوا هنا بخير. ولكن التنين في ثانية واحدة دمر كمية أماكن. طبعا بياخد بعضه ويطلع بره عشان يوقف التنين ده. بعد ما يجي بقى سحر الكهرباء، ولكن الكهرباء مش بتوصل له بسبب ارتفاع عالي جدا. ميني في ساعتها بيتدخل وبيقرر هو يساعده هو كمان. يقول له عندي خطة. بعدها هما الاتنين بيقرروا ما يهجموا الاتنين مع بعض. ويليام بيهجم بسحر الكهرباء وشبكة العنكبوت في نفس الوقت، وميني بيستعمل سحر الجنيات وبيخلي شبكة العنكبوت تطير لفوق عشان توصل لها لغاية المكان المناسب. وفعلا شبكة العنكبوت بتوصل لغاية التنين وبعدها تمسك فيه. في ساعتها التنين بيكون مربوط جامد ومش عارف يتحرك خالص، فبيقع على الأرض. ولكن على آخر لحظة بيعرف يحرك نفسه. بعدها التنين بيروح على ويليام عشان يهجم عليه. في ساعتها ويليام بيعمل سحر حماية عشان في كمية ناس جنبه. فعلا بيصد أول مرة، ولكن بعدها حبة يبدأ يتكسر، وفي الآخر بيتكسر على الآخر. مني بقى بيستخدم سحر الرياح وبيحاول يوقعه على الأرض. وفعلا الخطة بتاعته بتنجح. الرياح بتكون شديدة ومش عارف يحرك أي جناح من جناحاته، فعشان كده بيقع على الأرض. وليام بعدها على طول بيروح عليه وبعدين يضربه في دماغه، ولكن الضربة بتكونش عميقة قوي. التاني بعدين بيفتح بقه وبيهجم عليه بسحر النار، ولكن في ساعتها بيمشي وراه وبعدين يمسكه من رقبته ويبدأ يخنق فيه. التاني بيقع على الأرض وبيموت. بيعرف يقتله بس بإيدين مجردين. الناس في ساعتها بيفرحوا جدا وبيحيوه وبيجي يتعرفوا على البطل ده. بعدها بيجي احدى الاشخاص ويقول للملك عايزك. بعدها فعلا بيروح للملك عشان يشوف عايز ايه. الملك يقول له اولا كده عايز اشكرك جدا على اللي انت عملته ده، نيابة عني ونيابة عن المملكة باللي فيها. بعدين يقول له انت مين بالظبط وازاي جبت القوة دي كلها. هو يقول له اسف جدا بس ما تسالنيش على الماضي بتاعي. هو بعدين يقول له متفاهم الكلام ده، كل واحد عنده ماضي وخصوصياته، ما تقلقش مش هسالك على اي حاجه عن الماضي بتاعك. بعدين يقول له اطلب مني اي حاجه اعملها لك او اي هديه انت عايزها. هو في ساعتها بيقول مش عايز اي حاجه. هو بعدين يقول لازم تاخد، مش عايز اخلي الشعب بتاعي يشوف ان انا بخيل، بالذات انت انقذت ارواحهم كلهم. هو بعدين يقول له ماشي. في مدينه في الجنوب تبع المملكه دي، مدينه صغيره احتلها الشياطين، ولكن احنا انقذناهم. انا عايزك ترسل شويه جنود عشان يحموا المدينه دي وتمدها بعض الاكل والشرب وشويه معدات. هو بعدين يقول له ما عنديش مانع، بس في الاول في الاخر الموضوع ده صعب جدا. المدينه في الجنوب، لو احنا ارسلنا الكلام ده كله في الاخر هيموتوا. الشياطين هنا كتير جدا، حاسرهم يموتوا مليون في المية. انا عايزك بقى تفهم قصدي. يعني الملك بيرفض طلبه وش. هو بعدين يقول له خلاص انا عايزك تديني اذن ناخد شويه مغامرين واروح لغايه هناك واقتل الشياطين اللي هناك، ويبقى كده المكان امن هناك وتعرف تأمن لهم الاكل والشرب. هو يقول له بصراحه طلباتك صعبه جدا، انا شكلي هفكر اقتلك. هو بعدين له بعد ما تقتلني هتعمل ايه يعني؟ هو قال له ولا اعمل اي حاجه، هقول للشعب اللي انت مت عاديه. انا مش عايز اعرف الشعب اللي انا ما قدرتش اعمل حاجه لحد، فعشان كده هضطر اقتلك. هو بعدين يقول له طب انا عايز اقول لك حاجه، انا في الاول في الاخر مع كامل احترامي مش زيك خالص، انا عايز انقذ كل الناس حتى لو ده هيؤدي ان انا اذي نفسي. هو يقول له الموضوع ده شبه مستحيل، وحتى لو انت عملته هتدفع لي. هو يقول له ما عنديش مانع، انا هعمل اي حاجه عشان انقذ القريه الصغيره دي. الملك حرفيا بيتصدم من كتر قوته وعزيمته لدرجه الواد يقول له انت عايز تبقى فارس ولا لا. بعدين يجي رئيس
الكنيسه وباين عليه رتبته عاليه جدا، لدرجه ان رتبته بيعرف يشتم في الملك عادي، يقول الواد ده ما تسرقوش مني، انت مش تخليه فارس عندك، الواد ده مسجل عندي اصلا. هو مش مسجل عنده ولا اي حاجه اصلا، هو راح يصلي عادي في الكنيسه ولقى نفسه مسجل. وده يبقى رئيس الكنيسه، واحد كبير جدا في البلد دي، يقولوا مش هيبقى فارس عندك ابدا، ده واحد مسجل عندي. هو اللي عمله انت عايز ياخده، كده كده طلب مني طلب صعب جدا، اديه شويه جنود من عندك. هو عايز شويه جنود عشان يروح للجنوب، عشان في قرية صغيرة عايز ينقذها، والقرية دي مليانة شياطين. ساعتها يقول انت مجنون ولا ايه الطلب الغبي انت بتطلبه ده؟ بعد هما الاتنين بيتجادلوا على بعض على مين هياخده، وفي الاخر اللي بياخده رئيس الكنيسة. ويقول الطلب بتاعه غريب جدا، وانت عايز تعمل كده ليه؟ ويقول له ده حاجة شخصية ليا، انا عايز انقذهم. هو بعدها يقول له خلاص لو عايز تعمل اعملها، انا هديك الاذن من اللي تعرف تاخد جنود. بعدها هو بياخد بعضه في نص الليل وبيروح لنقابة المغامرين وبيطلب منهم اللي هم يجوا معاه في المهمة بتاعته. بساعة الناس كلها بيشتموه ويقولوا انت بتهزر ولا ايه؟ مين اللي هيقبل بمهمة انتحارية شبه دي؟ الراجل بقى بيكون قاعد على الطاولة وبيكون غريب جدا. بعدين يقول له المهمة بتاعتك اللي انا هنقذ شوية ناس في الجنوب وهقتل الشياطين اللي هناك. هو يقول له يعني مهمة انتحارية؟ هو يقول له بالظبط، انا مش بغصب على اي حد اللي هو يجي معايا. التاني بيضحك ويقول له خلاص ماشي انا هاجي معاك في المهمة دي. في ناس تانية برضه بيكون معاه في الفرقة فبيقرروا انهم يجوا معاه. بعدها بيوم بالظبط وليام بيروح لغاية الملك عند قصر الملك بالظبط، وبيكون في ناس كتير جدا جنبه وبيحضروا الحدث ده، وهو بيتلقب بفارس. وفارس ده مش معناه اللي هو عامل في المملكة، فارس ده لقب لا غير، وهو حامل مملكة. بعدها بعد ساعات بيحل الليل فبيبدأ يتحركوا بيكون معاهم كمية معدات وأكل ليهم عشان الرحلة هتكون طويلة. وفي الآخر بيوصلوا عند مدينة صغيرة وبيديلها كل حاجة. بعد ويليام بيقرر قبل ما يجي مع الشياطين يقعد لنا شهر عشان يكون المدينة تستعيد لنفسها، وفي نفس الوقت الفرقة اللي هم جابوها تكون رجعت من استطلاعات عشان هم ارسلوها لمدة 10 أيام برا عشان يشوفوا الشياطين فين، عشان هم مش عارفين بالظبط فين في الجبال دي. وفضل بيحضر حوالي شهر كامل والمدينة تبقى كويسة جدا. وليام ذات نفسه بيتصدم من جبال المدينة شغالة والسوق شغال زي الفل. وليام بقى قاعد في الخيمة بتاعته، قائد الفريق اللي جابه بيعدي عليه يقول له الفرقة بتاعت اللي راحت للاستطلاع ما رجعوش لغاية دلوقتي، والمفروض يرجعوا بعد 10 أيام، بس دلوقتي عدى يومين زيادة. هو بعدين يقول له خلاص احنا هنروح دلوقتي عشان نشوفهم راحوا فين. وفعلا بياخدوا بعضهم يتجهوا لغاية الجبال، وفعلا أول ما يوصلوا عند الجبال بيلاقوا ميتين على الأرض. هما في ساعتها بيعرفوا إنهم ماتوا في قتال، فهم بيفرحوا لهم. بعدين بيرمي لهم شوية خمر عشان يحتفلوا بيهم ويقول لهم اشربوا نطوا انتوا أبطال. بعد مرة واحدة وليام بيلاحظ إن في كمية شياطين جاية عليه، في ساعتها بيحاضرهم كلهم على الشياطين اللي جاية. الناس اللي معاه على طول بيطلعوا السيف بتاعتهم عشان يجهزوا نفسهم. بعدين كلهم بيهجموا على الشياطين مرة واحدة. أول ناس بيهجموا على الشياطين هم السهام، ولكن طبعا السهام ما بتوقفش أي حد. بعدين بيضطروا لهم يهجموا بالسيوف. وليام بقى بيجي له واحد الشياطين الخاصة، بيكون الشياطين ده قائد الشياطين في الحتة دي. وليام بعدها بيتكلم مني يقول له عايزك تساعدني، ولكن الشياطين ده بيضربه المخلب بتاعته وبيديله اصابات كبيره جدا في بطنه. يبقى بياخد الضربه وبيقع على الارض مش عارف يتحرك اي حركه. وليام بعدها بيستخدم سحر الكهرباء، ولكن في ساعتها واحد بيهجم عليه وسحر الكهرباء ما يعرفش يتحكم فيه، وفي ساعتها بينزل على جسمه وفي الاخر بيكهرب نفسه. كان فريق تاني في ساعتها بيتدخل وبيحميه وبيقتل معظم الشياطين اللي حواليه وبيطلع لهم الشخص عادي. وليام في ساعتها بقى بيستعمل السيف اللي بيحبش يستعمله خالص، اللي بياخد من قوه حياته. ومن سبب لهم يستعمل السيف ده فبيشفي نفسه، ومن سبب ما بيستعمل السيف بيقتل بعض الشياطين بياخد من حياتهم وبعد بيعالج نفسه. بعدين بينزل على الشياطين واحد ورا التاني بيفضل يضرب فيهم، ولكن قائد الفريق التاني بيحس انه مش على طبيعته خالص. الشياطين تفضل تسيبه كل شويه ولكن هو بيشفي نفسه بسبب السيف ده لغايه ما يقتل على معظم الشياطين. في ساعة القائد بيتدخل ويقول له خلاص انت قتلت على معظم الوحش اللي هنا. وليام بعدها بياخد بعضه ويجري على ميني وبيحاول يشفيه، ولكن هو بيشفيه مرة واحدة بيغمى عليه من سبب اللي هو استهلك طاقة كبيرة جدا. وتاني يوم على طول في نص الليل بيصحى من النوم. اول ما يصحى من النوم بقى بيسأله على ميني يقول له هو بخير ولا لا. هو يقول له ايوه هو بخير، انت لحقته على اخر لحظة وعرفت تشفي كل الجراح الكبيرة بتاعته، ولكن هو لسه مغمى عليه. بعدها وليام بيقرر يروح يطمن عليه، ولكن الراجل يقول له خليك هنا انت تعبان جدا. هو زمان يصحى شوية كده. وليام في ساعتها بيقول انا خسرت مش عشان انا ضعيف، ولكن خسرت بسبب الناس اللي معايا. توقعتهم انهم اقوياء جدا ورفعت كل امالي عليهم، ولكن طلع انه مش مستوى اللي انا متخيله، فعشان كده خسرت وخلت الناس اللي حواليه يتأذوا. فعشان كده بيقرر ياخد بعضه ويمشي ويقاتل الشياطين دي لوحده، وكده كده هيعرف يكسب. وهو قاعد على السرير بيسمع رجال القرية وعمال تتكلم عليه، واحنا متفاهمين جدا ان هو عايز يدافع عننا، بس هو اصلا ضعيف والناس اللي معاه ضعفاء جدا وقوته مش هتقدر على الشياطين اللي هناك خالص. التاني يقول له ايوه انا عارف، بس كده كده هو عايز يدافع عننا فخليه يدافع عننا. هو بيقول نفسه حتى الناس شايف الناس اللي معاه ضعفاء. بعد وليام بياخد بعضه في الدرع وبيروح لغاية ميني عشان يروح يديله بالشفاء قبل ما ياخد بعضه ويمشي من المكان ويروح يقاتل الشياطين لوحده. وفعلا بيدعيله وبعدها بيحاول يشفيه من عنده عشان يقوم بسرعة.
بعد ما يشتري فعلا بياخد بعضه ويمشي. بعدها بياخد بعضه وبيتجه لغاية الجبال، ولكن هو في الطريق بيقابل راجل عجوز والبنت الصغيرة. الراجل العجوز يقول احنا كنا في المملكة ولكن سمعنا خبرك انت ومني، فعشان كده جينا على طول جاري، بس انا جدا فخور بيك، انت عرفت تقتل معظم الشياطين اللي هناك وانقذت حياة مني. هو يقول له بالعكس انا بوظت حياته، انا فكرت قوته تعرف تستحمل الشياطين دي، الراجل طلعت قوته ما تستحملش الشياطين خالص، وفي الاخر هو خسر وده كله ذنبي، فعشان كده هقتل كل الشياطين لوحدي. هو بعدين يقول له خلاص لو انت هتعمل ده كله لوحدك فاستنى شويه على الاقل جسمك يرتاح، ولكن هو بياخد بعضه ومش بيرد عليه. وني بيمشي خطوتين ولكن بيلاقي مين وراه، يقول له طب فكر نفسك رايح فين؟ ما تفكرش نفسك بطل القصه اللي هتنقذ العالم. هو يقول له مش كده، انا مجرد شخص قوي اقدر اعمل حاجات ما تقدرش تعملوها، فعشان كده اخترت اروح لوحدي، وده اللي يختار الصح. يقول له من الاخر انت ضعيف جدا مش هتوصل لمستواي ابدا. مين في ساعتها بيتعصب جدا، ولين بعدين يقول له ما تعصبش نفسك، انا هخلص الموضوع ده وهنرجع من اول جديد مع بعض، بس بعد كده هاخدك معايا بس في المهمات البسيطه، اما المهمات انتحاريه شبه دي انا مش هاخدك معايا. بعدها وليام بيكمل طريقه. ميني بعدها يقول له هوريك مين الضعيف، بعدها بيضربه بالبوكس، وليام بيفضل ثابت واخد البوكس ولا حصل له اي حاجه، ويقول له خلاص كده خرجت كل الغضب بتاعك عليا، ولكن هو بيقول له لا. بعدها بيجي مالي تاني ولكن بيراوغ كل ضرباته، بعدها هو بيدفعه ولكن مش عارف يعمل معاه اي حاجه. الواد قدامه جبل مش بيتهز خالص، ولكن مع ذلك بيقوم يفضل يضرب فيه من اول جديد. وليام بعدها يقول خلاص شكلها هكسر ايديه وخلاص عشان ما يتعبنيش اكتر من كده، وكده كده هو هيتشافى مع الوقت. وفعلا بعدها بيمسكه وبيكسر له دراعه. بعدها ويليام بيقوم يمشي ويقول له روح عشان حد يشفيك، ولكن الواد يقوم يقول له لا انا اللي هوقفك لوحدي. وليام بعدها يقول خلاص انا شكلي هثبته هنا، ولكن بعدها بيغير رايه يقول له لو ثبته انه مش عارف يتحرر ابدا، وفي الاخر لو شويه شياطين مسكوه هيقتلوه. مني بعدها يستعمل سحر الارواح وبيجي ملابس الصخور. وليام بيتفاجئ بالسحر ده فبيعرفش يصده على اخر لحظه، وكل الضربات بتيجي فيه فعلا. وليام بيركع على الارض بس ثانيه واحده. مني بعدها بيروح له بايديله في وشه ويقول له انا عارف ان انت مش عايز تاخدنا ليه، انت خايف عننا لا غير، واحنا في الاول في الاخر عارفين اللي هيحصل لنا، لو متنا عادي لو عشنا عادي، انا كده كده قررت اني اساعدك، فانا عارف العواقب اللي هتحصل لي، وانا موافق اصلا ان انا اموت في اي مهمه عشان كده كده وعدتك ان انا هساعدك في كل المهمات، حتى لو في احدى المهمات هتنهي حياتي. وليام بعد يقول له مفيش اي دافع يخليك تعمل ده كله، تخلي نفسك تخاطر بحياتك عشاني. هو بعد يقول له لا عندي سبب، عشان انت صديقي الوحيد، انا مستعد اموت عشانك، انت في الاول في الاخر صديقي الوحيد والاول. فساعتها الواد بيتصدم من كتر الكلمات دي كلها، ويقول له لو انا هموت هموت تحت ايدك، مش هموت في خدمه حد غيرك. بعد يقول له انت عايز تكمل قتال ولا لا؟ هو بعد يقول له خلاص هستسلم. بعد ويليام بيساند ميني وبيرجعوا من اول جديد للقريه. كل الجلوس في نفس الوقت كانوا بيتحركوا عشان يوقفوهم، عشان متاكدين 100% ان هم يتقاتلوا مع بعض، ولكن حظهم ان هم ورجعوا متصالحين. بعد ويليام بيخش غرفه مع الجنود، ودلوقتي بيقرروا انهم يعملوا خطه. قائد الفريق اللي جابه بيقول له دي حاجه عاديه، كل ما واحد يزداد قوته كل ما يزداد المشاكل اللي حواليه، بس لازم تحاول تسيطر على قوتك. بعدها بيتاسف لهم كلهم على اللي حصل. بعدها فعلا بدا يشتغل الخطه بتاعتهم وعملوها، ولكن قرروا ما يقعدوا اسبوع كده قبل ما يعملوها، عشان طلع لهم عايزين جنود كمان عشان يضمنوا انهم يكسبوا من غير ما حد يتصاب. وفعلا كذا واحد جه عندهم ومن ضمنهم بنت رئيسة الكنيسة. وليام بعدها بيكلم الجنة اللي جم يقول انتوا هتخليكوا ورانا، هتفضلوا تتعاملوا بالسحر لا غير، لو في اي حد اتصاب هتحاولوا تشفوه وما تحاولوش قد ما تقدروا تتخرطوا في المعركه. بعدها بيكلم بقيه الجنود ويقول لهم انا هديكوا الخطه اول لما كل واحد ياخد مكانه. بعدها بيبدا يتحركوا حبه بحبه. بعدها في الاخر بيلاقوا في اخر الجبل بعض الشياطين، والشياطين دي على طول بتجري عليهم، هما في نفس الوقت برضه بيطلعوا سيفهم وبيجروا عليهم هما كمان، وبيشتركوا في قتال فعلا مع بعض. ملك المملكه ورئيس الكنيسه بيكونوا قاعدين مع بعض. الملك يكلم رئيس الكنيسه يقول له مستغرب منك بجد، يقول له ما توقعتش ترسل بنتك ذات نفسها، وكده كده فاضل كام ساعه وينتهي القتال ده، هنشوف بقى مين المنتصر، هل هيخسر شبه المعركه الاخيره ولا لا. تعالى بقى نرجع لوليام من اول جديد. بيكون وليام والجنود اللي معاه خلصوا على كل الشياطين، ما فاضلش بس الا قائد الشياطين، فبيكملوا طريقهم يبحثوا عن قائد الشياطين اللي ما عرفش يقتلوه في الاخر، ولكن الصدمه بيكون كبير جدا، وزائد ده كله باين عليه هو قوي، والمشكله الاكبر اللي فيه قائدين شياطين في المكان ده، يعني هو خلاص ده لازم يكملوا على التاني. وليام بعدها بيكلم قائد الشياطين ويقول له انت هدفك ايه؟ وانت هدفك ختم الملك؟ هو قال له انت عارف ختم الملك ولا ايه؟ هو يرد على سؤالي بس انت هدفك ده ولا لا؟ الشيطان يقول له ايوه ده هدفي. وليام في ساعتها بيعرف كل حاجه من غير ما حد يساله اي سؤال تاني، بيعرف ان الشياطين عمال يهجم على البشر في كل حته عشان يسيطروا على كل الاماكن بتاعتهم، ولما يسيطروا على الاماكن يبدا يدوروا على ختم الملك، فعشان كده بيهجموا بانتظام. بعدها ويليام يقول لهم خلاص عرفت كل حاجه منكم، بس انا وعدكم ان ما حدش يلمس الختم ده خالص ويفضل مختوم شبه ما هو. بعدها الشيطان بيبدا يهجم عليه، ولكن ساعتها ويليام بيحس بيه فعشان كده بيرجع لورا. بعدها بيديله هجوم مضاد وبيضربه في دماغه، ولكن ضربه ما بتكونش عميقه. بعدها الشيطان بيقرب من ويليام عشان يعضه، ولكن ميني بيعمل سحر حمايه وبيحمي ويليام بعدها بيستعمل السلاح اللي معاه وبيغصه في جنبه. ميني بعدها بيمر الجنيات اللي تخلي الارض تبقى لينه، وفعلا الارض تبقى لينه وبتتكسر بسرعه، وعلى طول الشيطان رجله بتغرس
بيتكبس في الارض. وليم بيستغل الفرصه دي وبيهجم عليه في جنبه، وفعلا الضربه بتكون قويه جدا. وليم بعدها يفضل يجري في كل حته عشان الشيطان يتشوش وما يعرفش هو هيهجم عليه منين. وفي ساعتها ملاحظه من اللحظات بيهجم عليه فعلا. ميني بقى في نفس الوقت بيهجم عليه بالسحب بيقطع له ديله، وبرضه وليم بيهجم عليه. الشيطان بعد يقول انا بكره قوه التنين ده، بس انا هضطر انا استعملها. وليم بعدها بيكلم ماني ويقول ارجع شويه لورا، انا قلقان شويه من القوه دي. وفعلا ماني بيسمع الكلام وبيرجع. بعدها الشيطان بيجمع كل قوه التنين وبعدها بيهجم عليه. بعدها بنعرف قوه التنين دي ايه، هو عباره عن اسد شيطان، ولكن في نفس الوقت عنده راس تنين قتله ودمجه في جسمه، فعشان كده هو عنده قوه التنين. فبيستخدم قوه التنين وبيهجم عليه بسحر الظلام. بيهجم عليه ولكن وليم بيطلع الدرع بتاعه وبيصدها بكل قوته. ماني بعدها بيأمر الجنيات اللي هتخلي مفيش اي جاذبيه، وفعلا الجاذبيه بيروحوا يبداوا يطيروا. وليم بقى بيستغل الفرصه دي وبيفضل يهجم عليه. وفي احد الهجمات بتكون قويه جدا عند الاسد، وفي الاخر بتخرم وشه وعطيه الشيطان ده بيقع على الارض وبيموت. وانتصروا اخيرا في المعركه. فضلوا بس قائد الشياطين التاني. بعدهم بياخدوا بعضهم فعلا عشان يقتلوا قائد الشياطين التاني، ولكن هما الاتنين بيتفاجئوا اللي هو ميت، وميت على القائد الفريق اللي جابه. وزي ما قلت لكم الراجل ده وراه قصه طويله جدا، وهو مش راجل عادي خالص، بس شكلنا نعرف قصته في المستقبل. بعدين بيرجعوا من جديد للمدينه. وليم بعد بيقول يا رب المدينه دي تكبر. هو اللي عمل تكبر؟ انت بتقول ايه؟ ما عادش في المنطقه دي اي شياطين، يعني اي حد عايز يدور على مدينه يعيش فيها هيجي المدينه دي. فيها موارد كتير جدا اكتر من مدن تانية، عشان ما حدش بيستهلك الموارد اللي انا. ودلوقتي عارف يستهلك بكل حريه عشان ما فيش اي حد يعاقهم. يعني في المستقبل هتكون دي مملكه، وطبعا ما ننساش ان انت هتكون الملك بتاع المملكه دي. او ساعتها يقول انت بتهزر ولا ايه؟ مين بعد يقول انت اللي بتهزر بقى، وانت اللي انقذت الشعب بتاعك. مليون في المية لازم تكون الملك، وانت مش هتكون ملك، انا هتدخل غصب عنك واخليك تبقى الملك. انت اكيد ما عملتش ده كله ببلاش. ويليام بعدها بيخربط في الموضوع عشان ما يكونش ملك، فبيقول له ممكن اشوف الموضوع ده بعدين. بعدها بياخد بعض ويمشي. ولغايه هنا بقى احنا وصلنا لنهايه الجزء الاول. الجزء التاني بقى هنعرف كل حاجه، ومن ضمنها هنعرف ازاي الملك هيرجع للحياه، وهنشوف ازاي ويليام هيعرف يخسره. فما تنسوش بقى تصلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وبس كده اشوفكم في الفيديو الجاي. Like and subscribe.